السلام عليكم، انا كينج سكال والنهارده انا هشرح حاجه كان المفروض اشرحها من بدري قوي، وهي اعدادات الانترفيس. تقول لي ايه ده يا سكال؟ تطلع دي اساسا. انا اقول لك يا جميل يا قمر، دي واحده من اهم الحاجات لو انت هيلر او شادو كولر او انجماتيك اركين، وكمان لو شيب شيفتر. انت تقول لي كل ده يا سكال وكنت ما شرحتوش. اقول لك يا عزيزي لا تقلق، انا جاي النهارده اعلمك واعرفك كل حاجه عنها ان شاء الله، وهيساعدني في الفيديو ده ميدو وايزي رجاله بفيزيركيو. فمن غير ما اطول عليك ما تنساش المقاطعه وخلينا نبدا. طيب يا شباب، انا دلوقتي هشرح حاجه مهمه قوي، وهي الانترفيس. الانترفيس يا شباب بسيط خالص. الانترفيس فكرته بسيطه، ان انا دلوقتي اقدر اتارجت على الشخص مباشره من غير ما اضطر ادوس عليه، من غير ما اضطر اخد كليك هنا او هنا. لا، دوست كليك صغيره على الكيبورد تعرف تخليني اعمل كده. تقول لي طب ازاي دي اصلا؟ اسكال لك بسيطه. هتخش على الاعدادات، جيم سيتنج، بعد كده تنزل لانترفيس. هنا هننزل تحت لاخر واحده اللي هي اسمها بارتي انترفيس، عفوا. تمام، هنلاقي الترتيب ده انا مخليه التانك الاولويه، بعد كده الهيلر، بعد كده الدي بي اسات. الثلاثه الاخرانيين مش مهمين قوي، انت كده كده هتحتاج اول ثلاثه بس. بعد ما تظبطهم بالمنظر دون هتدوس كنترول، بعد كده هتنزل للكي، هننزل تحت لحد ما نوصل للسلكت بارتي. هي متظبطه تلقائي على اف 1 اف 2، بس انا بالنسبه لي الزراير دي بعيده قوي. انا في العادي كان ممكن اخليها الزراير الجانبيه اللي في الماوس، بس هي للاسف مش متفعله. فانا هختار زد لاول واحد، واكس لتاني واحد، وسي لتالت واحد. انت مش تحتاج غير دول. تمام. عشان بلاقي ناس عاملاها كلها بتبقى عامله ال 20 كلهم، فمش تحتاج تعمل 20. يعني ما اعرفش اصلا في 20 زرار اساسا هتلحق تدوس عليهم. ما علينا. المهم دلوقتي احنا ظبطناهم بشكل عام. حلو حلو الحته دي. نيجي بقى مثلا هنا، انا دلوقتي معايا ميدو ومعايا ايزي. دلوقتي مثلا ايزي واخد رول باتل ماونت مثلا، تمام، وميدو واخد هيلر. انا دلوقتي ميدو التاني، تمام، وانا دلوقتي مثلا انا هيلر وعايز اهيل ميدو مثلا، تمام، وميدو التاني، وانا دايس على ايزي كليك واحده مثلا على اكس كده، انا اتنقلت لميدو. اول ما اتنقل لميدو، تمام، هقدر اهيله على طول. فهمتوا الفكره عامله ازاي؟ بكليكايه واحده. طب نيك دلوقتي، ايزي نيك هو اللي مثلا دلوقتي دلوقتي متدمج وعايز يتهيل، ادوس على الزد ومديله واحده كيو، هيتهيل عادي جدا. فهمتوا الفكره عامله ازاي؟ الفكره ان انا الحق ادوس. نفس الكلام طبعا لو انا شادو كولر، وشادو كولر طبعا حاجه ذات اولويه جدا في الجروب دانجن، او مثلا لو انت شادو كولر في افا، لو انت شادو كولر في افا رود جولدن شيست. عامة يعني شادو كولر واحدة من أهم الليفولات اللي أصلا هتحتاج حاجة زي كده. فأنا دلوقتي مثلا إيزي مثلا عايز أضرب عليه الإي دي، أقوم عامل كده، تمام، هتيجي على إيزي تك على طول. جت على إيزي، تمام، إيزي لابس أرمور، فبالتالي جت عليه إيه؟ جت عليه اللي انا محتاج ان انا اكسر الديفنس. ايه اللي هو كسر الديفنس؟ بشوف فيديو شرح الشادو كولر عشان تعرف الحوار ده، انا بحمسك تشوفه. دلوقتي مثلا انا عايزه تيجي في الهيلر. ليه؟ الهيلر مثلا دلوقتي لابس روب، فهتيجي عليه بتاعه الدمج، فهقوم جاي على ميدو مثلا كده واقوم دايس عليه، تمام، تيجي عليه الاي اللي بتحتاج تدمج. فعشان كده هي مهمه قوي، مهمه جدا كمان. ونفس الكلام طبعا لو دبليو الشيب شيفتر اللي بتخليك تحط شيلد على الفريند اللي معاك عامه بشكل عام. تمام، لو انت مثلا بتلعب انجماتيك مثلا زي ايزي، ايزي اضرب كده على الدبليو، تمام، بنفس الطريقه دي. هو ما احتاجش ان هو يدوس عليا، هو جاست بس ان هو عمل تارجت عليا سيلكت، تمام، من البارتي، من دوسه زرار، تمام، سواء زد اكس اقدر ابدل ما بينهم. وطبعا نفس الكلام بقى لو انا معايا ثلاثه او حاجه. ولو انت مثلا مظبطها مثلا على تانك او هيلر او اي حاجه زي كده، هي هتيجي تلقائي برضك عليه. انت ممكن تظبط الرول، تمام، بالحروف زي ما انا لسه عاملها كده، او ممكن تظبطها بالارقام زي ما انا عاملها كده. فالحاجات دي بتبقى مهمه جدا 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 في نص اي كونتنت هتعمله. المهم تاني حاجه انا عايز اشرحها، ودي واحده من الحاجات المهمه قوي، تمام. انا دلوقتي الماونت هناك اهو وانا واقف هنا، تمام، وساعات بيبقى ابعد من كده مثلا، او ساعات بيبقى مثلا في فرق بينك وبينه حاجه، زي مثلا فرق بينه وبينه الصخره دي او العمود دوت. فانا هدوس ايه؟ هلاقي الماونت بيحمل من الاول، وطبعا ده بات الماونت فهيقعد اسبوع، فمش عايزين نقعد اسبوع معاه. فانا واقف هنا، اقوم جاي هنا عادي في الجيم سيتنج برضك، ادوس الجنرال، تمام، واقوم دايس اليفت ماونت اب، ادوس كده هيتحرك لحد عنده، تمام، ويركبوا واطلعوا في ثانيه الا ثانيه، احسن محمل من الاول تاني. ودي واحده من الحاجات اللي فعلا فعلا هتلحقك لو انت جازرينج، لو انت فيشر مان تصطاد وكده يعني. لو انت عايز تركب الماونت بتاعك بسرعه في اي كونتنت عامه، او عايز تهرب، بتاع دي مهمه جدا 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 وهتنقذك دايما. وتالت حاجه انا عايز اشرحها، ودي حاجه مهمه جدا يعني، تمام، وهي ازاي تمارك صاحبك بشكل سريع. فانت عادي جدا هتخش برضك زي ما لسه داخلين من شويه على الجيم سيتنج، تمام، بعد كده هنخش كنترول جنرال، بعد كده هنختار كي، هننزل تحت هنلاقي اليوز مارك ايه، تمام. هتبقى هي مظبوطه على اصلا نون، يعني مش مظبوطه على حاجه. انا في العادي انا هعملها ارقام بصراحه، تمام، عادي اعملها واحد مثلا واثنين وثلاثه، مثلا ده واحد اثنين ثلاثه،
فانا اجي مثلا دلوقتي، مثلا انا دلوقتي مختار ميدو، مثلا انا اقوم دايس اكس تمام، او زد اختار ايزي واقوم دايس واحد بقى واخد هو التانك. مثلا اختار ميدو ادوس اتنين بقى هو الهيلر. تمام، وهكذا. انا ممكن ارجع تاني مثلا لايزي، بص من غير ما ادوس عليه، فاهم، اديله مثلا هو الهارت ده عشان هو ماسك اركين عامه. تمام كده انا اقدر اماركه. ليه اعمل حاجه زي كده؟ انا دلوقتي مثلا في فايطايه وشفت الهيلر اللي قصادي، انا بكليكايه واحده واقوم معلم عليه. تمام، انا كده حددت ده الهيلر وعايز اقتله. ودي بتبقى حاجه مهمه جدا جدا في نص الفايت، ومن المهم جدا اساسا ان انت تبقى عارف حاجه زي كده، لان الحاجات اللي هي البسيطه دي اللي انت تقدر تاخد عليها رد فعل بسرعه هتفرق معاك جدا. هتفرق معاك اول حاجه كبلاير مثلا او كدي بي اس ان انت تعرف هتضرب ايه، وكليدر كخبره منك وكرد فعل ده هيفرق معاك جدا مع المارك بتاعتك، وكتانك ده هيفرق جدا ان انت تعرف تمارك نفسك وتمارك الهيلر اللي معاك وتمارك باقي البارتي لو معاك رول مهمه محتاج ان انت تماركها. طيب يا شباب، واحده من الحاجات المهمه قوي قوي ان اشرحها، ما كنتش عارف ان في ناس كتير مش عارفاها وحتى اتعدلت عن زمان، فانا اصلا ما كنتش عارفها انا باخر. تمام، وهي السوشيال. انت ممكن توصل لها عادي من السيتنج، وممكن تدوس هنا على طول، نفتح السهم ده ادفانسد وهتفتح. دلوقتي السوشيال دي في بتبقى مخصوصه عن الشات بس، هي عن الشات بس. تقول لي هو الشات محتاج شرح؟ اقول لك اه محتاج شرح. هنيجي مثلا هنا كل واحده من دول انت بتحدد ايه اللي يظهر لك جواه. يعني مثلا الجنرال انا مثلا محدد ان يظهر لي جواه السي الويسبر. تمام، السيستم ممكن احدد كمان جواه البارتي والجايد عشان انا هحتاج حاجه زي كده. طب البقيه دول انا مثلا سوشيال دي مسؤول فيها مثلا تظهر جايد ويسبر حاجات بسيطه. تمام، ايا يكن انا مثلا مش محتاجها فهشيلها. الكومبات تمام ممكن اسيبها. الهيلب مش عايزها، مش محتاج هيلب. تمام بس مش عايزها برضك. تقول لي انت هتلغي كل اسكال؟ اقول لك لا، انا مثلا هاجي هنا كده ونسمي واحده بارتي عشان مثلا عايز مثلا تظهر لي البارتي بس. كده عملنا واحده للبارتي. بعد كده هنيجي تحت هنا او حاطين فيها البارتي، وممكن احط فيها كمان الجايد. فاجي دلوقتي او مظبطها في الشات، نكتب مثلا. تمام كده ظهرت البارتي بس. طيب انا دلوقتي عايز اكتب للجايد اهي برضك ايه يا رجاله. كده كتبنا برضك للبارتي في نفس الشات. انا كده قدرت احدد اتنين، ودي حاجه مهمه جدا. وفي نفس الوقت انت ممكن برضك تحدد حجمه وحجم الفونت. انا مثلا نظبط الفونت سايز بتاعي 40، في ناس نظامها ضعيف فاهم، فممكن تكبر الفونت سايز عادي اكبر حاجه. نفس الكلام برضك مثلا لو ظهرنا للفوكس، فاهم، معدل يعني الاختفاء بتاعها. كل واحده من دول هتفرق معاك، هتفرق معاك قوي. لان بيبقى في مثلا ناس قاعدين معاك في الديسكورد قافلين المايك مش عارفين يتكلموا، فعمالين يهوهوا حرفيا في الشات وانت مش شايف عشان انت اصلا مش عارف ان في حاجه زي كده. طيب وهنكمل برضك الشرح. السوشيال فيه حاجات كتير شويه يعني وحاجات مهمه قوي. دلوقتي مثلا انا واقف في البورتال، عيل سخيف بايخ عمال يرقص قدام البنك وحاجه منتهى القذاره وعمال يعمل دول مع العيال التانيه، وانا اتخنقت منه كل شويه يجيب لي دول. هاجي هنا كده اقوم دايس على دي، خلصت على كده. مش هيقدر يبعت له دول تاني، محدش يقدر يبعت له دول تاني اصلا غير لو انا اللي بعت له دول. فهمت الفكره عامله ازاي؟ نفس الكلام بقى على التريد، نفس الكلام بقى على الجايلد انفايت. الناس السخيفه اللي تبقى واقف كده عادي في اي مدينه من مدن الرويال تلاقيه عمال يبعت لك جايلد انفايت حاجه كده بيض ما علينا. تمام، وطبعا كل الكلام ده تقدر تلغيه عادي بدوسه زرار وتفعله بدوسه زرار. تمام. دلوقتي بقى حاجه تانية، ودي حاجه من الحاجات المهمه قوي لان بتفرق جدا جدا جدا. انا دلوقتي في الديسكورد والولد اللي بيلعب معايا مسمي نفسي اسم الديسكورد في اللعبه. تمام، وانا مش عارف ابعت له هو ولا معايا في الجلد ولا عندي في الفريند. سهله جدا، اقوم جاي دايس انتر، مظبط هنا الشات يبقى على السي زي ما انا مظبطه كده. تمام، يبقى على السي دي، اقوم جاي كاتب سلاش انفايت مثلا. انا معايا مين في البارتي؟ طب معايا ميدو، انا عايز مثلا ايزي. طيب نكتب ايزي نيك، اقوم باعت. تمام، ايه بقى ايزي؟ ما جاتش الايزي اصلا، كانت ايزي دبل اي سلاش انفايت تاني. ايه اها جالك بس كده. شايف سهله ازاي؟ طيب انا مثلا انا مش انا اللي في البارتي اساسا، فاهم، انا مش انا اللي في البارتي، او عادي سلاش جوين ايزي برضك. بس كده بقى في البارتي. شايف سهله ازاي؟ موضوع بسيط وسهل تتعامل وسهل تفهم وسهل الموضوع يبقى بسيط. بس كل اللي عليك تعمل اشتراك ولايك. تمام يا شباب، والحاجه اللي قبل الاخيره اللي عايز اشرحها ودي اعتبرها حاجه ترفيهيه. تمام، وهي الايموتس. انت هتخش برضك عادي الكنترول، هتنزل للكنترول كي بينز، بعد كده تنزل تحت خالص هتلاقي دي الايموتس. انا مثلا دلوقتي اختار مثلا اكتر واحد بستعمله مثلا لما اجي اصور الست ان انا اقعد. تمام، واجي هنا انا ممكن اختار مثلا ممكن اختار مثلا الزرار ده كده كده ما بحتاجوش.
تمام. ونيجي مثلا لايه تاني، انا بحب برضك الفليكس. تمام، فنختار مثلا الزرار ده. انا ما اختارهوش اصلا. طب شكرا محترم برضك. بس كده. انا مثلا دلوقتي انا عايز اقعد ابداس كده، اقعد على طول. تمام. انا مثلا دلوقتي عايز ادي واحده فليكس او دايس كده، او مفليكس عادي. فهمتوا الفكره؟ في شويه حاجات اقتصادي بتبقى جامده. انا مثلا دلوقتي لو موقع عيل مثلا دلوقتي، والعيل ده هعمل له واحده اكسكيوت، قبل ما اعمل له اكسكيوت واعمل له واحده زي دي، هتبقى حلوه. والله لو والله اللي اعملها، والله اللي اعملها وهنزلها في فيديو كمان. طيب يا شباب، واخر بقى حاجه هنشرحها، ودي واحده من الحاجات المهمه جدا جدا وبتريح بلاير كتير قوي، سواء في اي بول او اي كونتنت هتعمله، وهي اعدادات الاتش يو دي. تمام. دي انت عادي هتخش برضك على طول على الانترفيس، هتلاقيها قدامك ايه، هندوس عليها. هتقول لي ايه ده سكال ده، انا ما اشوف حاجه زي كده. اقول لك الاعدادات دي اللي بتنظم لك كل حاجه حرفيا. انا مثلا عن نفسي انا مش بحتاج اغير حاجه، يعني انا بلعب اللعبه من زمان قوي، فمتعود على الشكل اللي عندها. تمام. حتى اصلا الموضوع كان مختلف زمان قوي عن كده. بس في شويه حاجات مهمه مثلا هنحتاجها. في ناس مثلا زي ايزي. تمام. ايزي مثلا مش عايز السكيلات يبقى شكلها كده، هو مش متعود انه يلعب لعبه السكيلات تبقى بالمنظر ده قدامه. فهو مثلا بيختار ان الشكل ده مثلا يحركهم من هنا. بص انت تقدر تحركهم كلهم كجروب. تمام. وتقدر تحرك واحده بس تلقائيا. انا مثلا اختار وجهين مثلا. ايه، بس كده. او مثلا مغيرين الماونت لوحدها. تمام. ونفس الكلام طبعا على كل واحده فيهم، اقدر احركها لوحدها واقدر احركهم طبعا كجروب. بس انا مثلا مش عاجبني حجم المابا دي، انا واحد نظري ضعيف حرفيا. تمام. فاجي مثلا هنا اقوم مغير حجمها، مختار اكبر حاجه. انا مثلا مش هعرف اشوف اسم صاحبي او اسم الانمي اللي قدامي وكده في الحجم ده، اقوم دايس كليك عليها ومغير حجمها. تمام. نفس الكلام برضك بالنسبه للشفافيه. في ناس مثلا بالنسبه لها الشفافيه دي بتفرق معاهم جدا، يبقى مش عايزين يشوفوا الحاجه قوي او عايزين يشوفوها جدا. حاجه مثلا زي كده انا ممكن اختار شفافيتها اقللها او ازودها. تمام. ده بشكل عام عامه. ونفس الكلام طبعا على حجم كل حاجه. في ناس عايزه تغير حجم دي او تزودها. فاهم؟ كل حاجه في الحاجات دي بتفرق معاك جدا جدا. وطبعا تقدر تغير اماكنهم كلهم، تقدر تغير اماكن حاجه زي كده. في ناس، انا لقيت ناس كتير جدا حاطه اماكن حاجه زي دي في نص الشاشه. اهم حاجه بالنسبه اصلا الناس اللي بتحطها في نص الشاشه دول هم الليدرات الافا دنجن. عشان في الحته دي بالذات تمام بيبان الاسطن. انت دلوقتي مثلا افا دنجن ليدر، فانت دلوقتي ضربت واحده بالهامر استن عشان خاطر تستن الموبس اللي قدامك. فمن المهم ان انا اشوف الاستن وهي بتعد قدامي عشان اقدر اكول الاركين في الوقت المناسب. دي بتفرق جدا. طبعا اي حد هيليد حاجه تانية مثلا بميس او حاجه مش تفرق معاك في حاجه يعني. طب يا شباب، المهم كده انا خلصت الفيديو، ويا رب يكون الفيديو فادك وقدرت ان انا اعلمك حاجه جديده انت فعلا كنت محتاجها. ويلا اشوفك الفيديو اللي جاي، والى اللقاء.